أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى بي سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب خط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجل محسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا ما سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آلي وصحبي خير السلامين ووضح لحبي حبل رسول الله في أقلامي
بشارة يا من محى ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الثمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوفي للمنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرى آتي رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكر النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو كدر يا ربي يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بغير رهب ثل ثلاثا شيعت ببشري مسلما على فخار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما لو أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاح مع السلام للذي تنمو غلاح وثل مختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب في فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا ثمدي لو اكتب الصلاة والتسليم يا خير بر لم يزل عليما له اكتب الصلاة والتسليم يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل وتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لاغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتابا والتقني الحساب والعتابا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزي عنا ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا
يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجاه الرذائل قبل انتهاء كلي الفضائل وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من درر الأغيار واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر كلي واجعل عقائدي منوراتي واجعل بي كل ذا خيرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترت لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وثابي في الحال والمآل وامنح بجاهه العظيم قلبي من العيوب وهمني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير الصلاح مع سلام للذي تنمو علاح سيدنا محمد والآل وثابي في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا آل صل بالسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وليهب بجاه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان بي ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومعب يا من جعلت المنتقى لك أعب
صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبي والصالحين طرا واجعل بي عمري رضا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآلي وصحبي وهب لي فوزا بي يغبطني من قبلي فيك وفي إنك الوهاب يا من به لم ينهني الإرهاب يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يسح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وقل لنا محرد الحلال يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاه سيدنا محمد وآلي مع الصياب الحمد وأبلي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلل للفلاح والتقني الريب واجزب للسلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة ولي بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهري وباطني يا مزهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بسلام على الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مضى نذيره ولا يرى وآلي وثابي وسلمي وقل له بشارة في قلمي يا الله يا جميل سل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضل الخلاق يا من بي فارقني الإملاق يا فاضلا فضل الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق محوت عني ما به النفاق
عن امها وجاءني النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن باستنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والأعتاق بك كما بك عتلت عتاق بك احتوينا ما لو نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل وتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآلي وصحبي وأذيبي لغير نهوي كل ضر يذهب يا الله صل وتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والثابي في الحال وفي المآل وعلمني بي وفقي والتقني كل أذى ونبي ولي وجي رضا والذبا إلى سواي كل سوء ذبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاح اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائلي إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيما البشارات الثافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمدا سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزهزه الظلام
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بي هذا النظام خيرا نظم وزهزه لذوانا ضيرا واجعل بي هذا النظام خيرا نظم وزهزه لسوانا ضيرا يا الله يا أهل سل عني على النبي المصطفى بالمن وآلي وصحبه وسلم ومنطقي سدد وقلبي علم يا الله يا لطيف سل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم يا الله يا لطيف سلم في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني عن هاتي بك وسنت عن أذى جاتي سل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاتنا وصل يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك ولتسلما على الذي علمت وفعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هدى يدوم بفلاح بلا مشقة ويسير للصلاح وصل يا لطيف أفضل الصلاح وسلما على الذي بدت ولاح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكا النفس وترد اللعين قبل انتهالي لغير يا معين واجعل هواي تابعا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة وتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أعد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل يعصم من أذى وألم يا واهبا ناديتني الكتابا سل على ماهن مع العتابا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وصداد وعلمني اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدا إلى رضاك خير زرع حافدا وطهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ولتعصمني يا ولتمحو ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت عفسي ولتغني ظاهري وباطني معا عن الغيوب والمنال يجمعا وثل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذت لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رضاك والذود فيما لم يكن أرضاك وثل يا تواب ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا
والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير السلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآلي وثابي واجعلني ذا عظمة وبرداك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبي وليسخر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه وشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع عبادك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا ثمد صل سرمدا على النبي العربي أحمدا وآلي وصحبي والتقطعي فعلي ما لم ترض لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر وصل يا لطيف ولتسلما على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصل يا ودود ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك سنين عابدا لك بي وقلت لي بالمنى المنتبي سيدنا محمد والآل وثابه في الحال والمآل واذكر بجاه العظيم عمري وبرداك رب كل عمري وصل يا نافع ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر
نفعا وكن لي بالحسان والدرر وثل يا عليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم صحيح بكني يا من تكون من لم تكن وثل يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل وليهب لطفا وسترا يجملان بي وفوزا وأمانا يكملان وثل يا أعد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء ذي المرض وليكن به لدى كل غرض وثل يا نافع ولتسلما على الذي أحب من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به ولترفعا سعي إليك بالرضا يرتفعا واجعل جميع سيئات حسنات واجعل بي عقائدي مستحسنات وثل يا باقي صلاة بسلام على الذي قادت له مني القلام بك لحب ذاتك الكريم وذاتي يا مخلدا تكريم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات وهب لي القرطاس والمدادا وهب لي الأقلام والمدادا وثل يا ميسر العسير مع سلامك بلا تعسير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي الذكرى صل وسلم ولتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباطني خير خديم طاهر وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا عناي يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لدى التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأعد يا نافعا ليس له كفءا آت سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي الهاي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء ثافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته مها أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبينفع لما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه توجه العيوب نهوي يا خير مذهب الأذى بالمحو ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عن الخيار والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليخلد الأمان والفلاح والحب والصفاء رب والصلاح واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقاء مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا
خير الورى واجعل بي عمري رضا وثل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثه معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وثل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي موحدا مسلمة محسنة ومرشدة وسل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا ثرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو عيوبي كلها ولتكفني غير رضاك مغنيا عن اشفني وثل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترد لي طلبه بحرمة المفضل وجعلت الحروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلما وثل يا هادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقد رضاك لي في كل مرام وثل يا أعد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وابلي الصدق مع الوفاق وبشر الهور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وبشر الهور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وثل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف لغيري كل ضر لي نحى قبل الوصول لي وقد للمنى وسل بالتسليم يا لطيف على الذي تتنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيما به يغبطني كل سعيد نابي وثل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينور رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في حزبه ما يشتاق وسل بالتسليم يا من ذبا إلى سواي ما أسافا ذبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد وسل الدار بأني راضي عنك وعنه اشكر به أغراضي قل لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عيدا ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكثر قليا وهب لي القرآن والمباحا وكل ما اخترته رباحا وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي
وثل بالتسليم يا من لي يثون كليتي مستغنيا عن الحزون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بثيبه سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن القدر ولي وجه بشارات القدر وثل يا نافع ولتسلما على الذي تقديم قد علما سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتابا واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التعد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معافي وبالمطيع أغنني عن عافي وهب لي الرسوخ والتلاوة وتكفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم يا باقي أعد يا نافعا إنك ربنا الأعد صل وسلم والتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وابلي بسرا بي يغبطني من قبلي فيك وفي شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وابل النفع وأولني الذكر وابل الرفع وثل يا ملك ولتسلمي على المقدم الشفيع العالمي سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل واشكر وعلم أقي أكرم سرمدا وانفع بما يسوء قلبي أحمدا بلا عذا ولا جوى ولا ضرر ولا تزلزل وخلف للضرر وثل يا نافع ولتسلما على النبي من هداه علما سيدنا محمد والآل وثبه في الحال والمال واجعل مكاتبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن من يقبلي ما قد نويته وثلي قبلي وثلي يا ودود ولتسلمي على الذي ينهى إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الودا وليكن بما يسر جدا وثل يا آد ولتسلما على الذي مع الأذى والظلماء سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل وثل يا سمد عني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه ولتخرج ما لم تهب لي لغيري يخرج وثل يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه واحفظني من الأذى وبالمنى أكرمني وثل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسر مني القلام سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل وليبلغ الفين في الدارين والتقني العارين والنارين
وثل يا ودود عني بالسلام على النبي المجتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وعندك اجعلني حبيب الثالين وثل يا آد عني أبدا وسلما على الذي نور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وثل يا عليم عني في أبد وسلما على مزازي الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقض علم ذوي الثلاث واكتب بلا إزالة فلاهي ومنتهى شقاوة لنهوي وجه مكاره معا بالمحو وثل يا لطيف عني بالسلام على الذي بي وابتلي الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وثل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقا وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على الباي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى قلي وثل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم ولتهدني وودني وعلمي وثل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتمح عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وثل يا لطيف يا غفور على الذي لان به النفور سيدنا محمد وسلم وبالتوالي في أفضل العلماء وآله وصحبه والإشرحا تدري به يا مالك ينشرحا وثل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم منى تدوم يا من له التفضيل والتقديم والتم آفات تغربي معا اليوم والذي رديت لجمعا واشهد بتوبتي من آفات جميعها ومن أذى التفاتي والتم يا خبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا وسل يا ملك ولتسلم على الذي مع الأذى كالألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقت أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وثل يا ودود ولتسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء دهرا وليذكر السر به والجهرا
وسل يا أكرم ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وثبي في الهال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي بي معسلة وامه مكاره بي منغسلة ومن قلوب من أساء ظنا بأخرج الذي كرهت منا وثل يا تواب أكمل الصلاة وسلم على الذي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتب علي توبة يغبطني فيها سواي سرمدا موطني وسل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلا المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية وثل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وثبي في الهال والمآل والطف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وثل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وثبي في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير مهو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكاره يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات وسكنات واجعلنها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كأمل السادات واجعل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم ته الحروف كجميع ثلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وثل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراء واصل اللسان واليراء واجعل كتابتي إلى النبي من خط غيري وإليك يا معب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أنير قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وثل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب ولارفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس شيطان مني والقبيل وثليا وسلما نصر المدى على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهب لي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآلي وصحبي وهب لي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Adi Borom Tuubaa